السلام عليكم، معكم رضا. اليوم غادي نهضروا على فن الغموض، يعني the mystery. ولهنا ذكرنا the mystery فكيجي في بالنا الكتاب الشهير The Mystery Method by Mystery، وهو الأستاذ ديال نيل ستراوس، الكاتب ديال كتاب The Game. فالميستري هو اللي أسس المفهوم The Peacocking، أو كيف كيدير الطاووس، ذكر الطاووس في جذب الأنثى. فهو كيركز في الكتاب ديالو أيضا على أنك تكون مختلف في اللباس ديالك باش تثير يعني الفضول والشغف من عند الطرف الآخر. فاليوم تنعيشو في هذا العالم المادي، فأكيد أول امبرسيون باش كيشوفك الإنسان الآخر فهو كيشوفك من اللباس ديالك. لهذا مهم على كل الرجال الجدد في المدينة أنهم يتهلاو في راسهم وأنهم يلبسوا مزيان. ماشي ضروري أنك تلبس الماركات الغالية، ولكن ضروري أن اللباس ديالك يكون مناسق ويكون أيضا نظيف. نرجع للموضوع ديال اليوم وهو الغموض. علاش الغموض بالنسبة للراجل فهو مهم لرفع وإبقاء الانجذاب ديال الأنثى؟ أجي نغوصو في هذا الموضوع ونشوفو التفاصيل. بمعرفتنا الطبيعة ديال الأنثى، فإحنا كنعرفو بأن الأنثى فهي النرجسية، أو الكلمة الأدق هي سولابسيستيك، يعني عندها العالم ديالها الخاص، وهي كتعيش في هذاك العالم ديالها اللي هو خاص وما كتشوف حتى شي حاجة خارج هذاك العالم. فاشنو اللي كيوقع فيه بزاف ديال الدراري، الغلط الكبير اللي كيوقع فيه، فهو ملي كيخرج معاها اون ديت، يعني في موعد، فهو كيبغي امبريسيها. وهذا هو خطأ كبير كيديروه بعض الدراري. فهو كيبقى يهضر كاع الوقت، يبقى يعاود ليها على الصغر ديالو، يعاود ليها على المغامرات ديالو، ما كيخليش ليها حتى الفرصة فين هي تهضر. وجاتني بزاف ديال يعني الميساجات في الفيسبوك كتهضر لي على نفس هذا الغلط اللي كيبقى يرتكبوه الدراري، انهم ملي كيخرجوا مع الدريات فهما ما كيحافظوش على داك النوع ديال الغموض. فهو دائما تيتحدث على راسو، وهي كتبقى هي ديك الصامت وكتصنت لك. فالدري الا محقق واحد المكانه يعني عاليه في المجتمع، فهو كيبقى يهضر على الانجازات ديالو، اشنو عنده، اشنو كيلبس، اشنو السياره اللي عنده. هذا غلط كبير. ما تصحبش النساء علىهم انهم ساذجات، ما عارفاكش بانك راه نتايا باغي تامبريسيها بهاد الانجازات اللي عندك. هو علاش يعني كنأكد انا على الغموض، فهي خاصها مع الوقت تعرف راه عندك داك الشيء مع الوقت، او يكون داك الشيء اندايركت. بحال كيف كنت درت واحد النوبه، واحد الحلقه سميتها خطه رضا الميكيافيليه للتعامل مع المراه العصريه. انا تكلمت فيها على هذا الاندايركت ابروتش، ولا هذا الابروتش الغير مباشر. فار اكزومبل، الا مشى شي واحد من الاصدقاء ديالك يعني عيط لك في التليفون وقال لك باغي يشري من عندك فار اكزومبل شي ارضيه، او باغي يشري من عندك نقولوا دار ولا whatever، حيت انت مبيع الوهم بانك انت راه يعني واحد مهندس ولا. هنايا هذه طرق ماشي دايركت ولا ماشي مباشره، انت كتوريها الاس ام في ديالك، ولكن ماشي غادي تجي انت غادي تقول لها يعني اشنو انا عندي واشنو انا كنسوق. لا، خليها هي اللي تعرف عليك. بار اكزومبل، انت مصور في البلايص في الانستغرام ديالك، كتمشي للبلايص، كتسافر للدول، خليها هي تعرف عليك. حاول تحافظ على هذاك الغموض باش نرجعوا لطبيعتها اللي احنا عارفينها انها سالابسيستيك وعزيز عليها تدوي على راسها. فاحنا كنستعملوا هذا الشيء للصالح ديالنا. فاحنا ملي تنخرجوا معها اون ديت، حنا كنبقاو نسولو
وهي كتجاوب، ومن خلال هادوك الأجوبة ديالها فاحنا كنعاودو كنزيدو نسولوها. على سبيل المثال اشنا هو الدومين اللي كتخدمي فيه؟ بار اكزومبل تقول لك الحلاقه، انت من هذيك خلال الحلاقه غادي تسولها اشنا هي الامور اللي دفعتك انك تختاري هذا الميدان وما اختاريتيش ميادين اخرى. بار اكزومبل يعني من خلال هذاك الجواب ديالها فانت كتلقى ليها واحد السؤال اخر. ولكن اجي نشرح لك واحد القضيه اشنو كيوقع في المخ ديالها هنايا. فاش انت كتبقى كتسولها وكتخليها تهضر على راسها، فهي كتحس بان هذاك الانسان فهو اول حاجه هو انتريسي بها، ثاني حاجه انه وقع واحد لو غابور بينها وبينه، لحقاش هي دابا هضرات على راسها بزاف. وعلميا ثابته بان النساء كيهضروا 3 المرات اكثر من الرجال. فاحنا غادي نختاروا الموضوع المفضل لها اللي هو هي تتكلم على راسها، وحنا كنبقاو كنسولو. ونصيحة الإخوان، فاش هي تبقى كتهضر حاول تركز شي شوية في التفاصيل، لحقاش غادي يدوز واحد شوية ديال الوقت وغادي تسولك. أنا راني كنعرف بأن النساء فهما مملات، يعني ما كيهضروا على والو، فهي أغلبية ديال الوقت كتهضر يعني في مواضيع اللي هي فارغة. أنا تنتفهم، ولكن بعض المرات فهي كتجي بحال هكا كتحاول تسولك بعض الاسئله كتشوفك واش فعلا كنتي كتصنت ليها ولا لا. فاغلبيه ديال الرجال اللي كتلقاهم يطبقوا هذه الخطه ديال الغموض، فهو كيبقى يهز في راسو بحال هكا ويسولها على اخر حاجه قالتها. فانتبه لهذه القضيه، هذه راه كطرا بزاف. والغموض ايضا فكيكون حتى الغموض في الاحاسيس ديالك او المشاعر ديالك. علاش انا كنركز دائما على انكم يعني ما تفاليديهمش، انكم ما تعطيهمش دوك الاطراءات؟ علاش؟ لحقاش هنا كتحافظ على هذيك الغموض ديالك، هي ما كتعرفكش يعني واش هي اصلا عاجباك ولا لا. فاحنا عارفين باننا كنعيشوا في واحد العالم اللي هو بلو بيل. فالاشخاص الاخرين يعني مجيء الرجال الجدد في المدينه، فهو ملي كيشوفها النهار الاول وهو كيلوح ليها في الاطراءات في اول موعد الى اخر موعد، فاش كتقول ليه هي مع السلامه، لحقاش قتل هذاك الميستري ولا هذاك الغموض. ولكن حنا هنايا غادي نعكسوا هاد الديناميكيه هادي، فحنا كنوركوا على داك الروبيني ديال الاهتمام المجاني والاطراءات باش نخلقوا هذاك الغموض. حيت الغموض كيخلق الرغبه. نعاود عليك، الغموض كيخلق الرغبه. حيت المراه ملي كتشوفك غامض ما كتقدرش تقراك. المراه دائما كتبغي تقرا داك اللي قدامها، فانت بهذاك الغموض ديالك فكتبقى تثير عندها بعض الاسئله الداخليه. علاش هذا مختلف على الاخرين؟ فاش ما كتكونش معاك كتبقى كتسول راسها، وايضا كتسول الصديقات ديالها علاش هذا غامض، علاش هذا ما كنقدرش نقراه، علاش هذا غير مشابه لهذوك الرجال اللي دخلت معاهم في علاقات من قبل منه. في دروس سابقة حول شخصية السيجما أنا كنت قلت باغ ديفو السيجما فهو جذاب للنساء لهاد الغاية الواحدة، وهو هاد الغموض اللي فيه. هو ما كيديرهاش بالعاني أو مخطط لها، فهذا بارت من الشخصية ديالو. فهو mysterious by nature، يعني غامض، عزيزة عليه العزلة، عزيز عليه الوقت الراسو. فهو كيلقى واحد النشوة داخلية وكيبدع ملي كيكون عير بوحدو. هو أقوى شخصية في الشخصيات، هو ما كيتسناش الفاليداسيون من المجتمع، بل القوة ديال السيجما كتكمن ان السعادة ديالو كتكمن في ديك الوحدة ديالو. هو سعيد في داك العالم ديالو الوحيد. وهذه علاش النساء كتنجذب بزاف لهاد الشخصيات، لحقاش هو غامض ما كتقدرش تقراه. ومع الوقت الى دققنا في هذه المسألة
معاه هي كتبقى كتفكر فيه كاع الوقت، او كتفكر كيفاش تقراه او كيفاش هو ما مقريش ليها بحال الرجال الاخرين. فداك الهرمون ديال الدوبامين كيبقى يتفرز عندها في العقل ديالها، فهي كيف تنقولوا بحال هكا تتزيد مازال كتدمن عليه عاطفيا. علاش هاد خينا مختلف على الاخرين؟ كاينين بعض النساء لدرجة انك تتفيق من نعاس كتلقاها هي فايقة وكتشوف فيك، ولكن انت بداك العقل البلو بيل ديالك كتصحابها بان راه كتشوف فيك، راها مزعوطة فيك. ولكن يا صديقي لا، هي كتشوف فيك لحقاش ما قادراش تقراك، فانت كتعتبر بانك واحد اللغز. وهذا ايضا كيدفعنا باش نهضروا على داك حديث الوسادة. فداك حديث الوسادة كتستعملو النساء، سواء صديقتك سواء الزوجة ديالك، باش تعرف عليك جميع المعلومات. وأيضا المرأة هنايا كتستعمل داك حديث الوسادة باش تبقى تنمم وتعاود لك على بعض الأمور. وهنا فاش كتنمم انت وياها في الناس، فهي اوتوماتيكمون كتفقد داك الانجذاب ديالها ليك، لحقاش رداتك هنايا بحال صاحبتها. هذاك حديث الوسادة قاتل للانجذاب الإخوان، فأنت خاصك تجنبه، خاصة الناس اللي هما مزوجين. كيف تنقول أنا دائما، تقدر هذا الشيء كله ستوبيه، غتقول لها بأنه الغيبة أو الهضرة فورا الناس فهي حرام، فما يمكنش لنا نستمروا بحال هكا بهاد الهضرة. هضري على شي حاجة أخرى باغ إكزومبل، فما تخليهاش يعني تحاول هي تردك بحال صاحبتها، فهو قاتل للانجذاب ما ديرهاش. وايضا من الحوايج اللي كنشوفها انا كطرا بزاف ديال الرجال، وهو ملي كيتزوج او ملي كيكون مع الصديقه ديالو فيه علاقه، فهو كيبدا يدوز معاها بزاف ديال الوقت. يعني باغي دائما يكون معاها، باغي دائما يدوز معاها بزاف ديال لي زاكتيفيتي. وهذا الشيء ما كيلعبش في الصالح ديالك، لانك هنا ما كتحافظش على داك الغموض ديالك. نعطيك انا مثال، كنت انسان متزوج، فلا انت انسان متزوج خاص تكون عندك واحد الحياه اللي هي خارجه على ديك الشركه ديالك. الخطا اللي كيدير اكثريه الرجال المتزوجون غير كيتزوجوا وكيقلبوا على الاصدقاء ديالهم، فما كيبقاش يمشي يلعب كره، ما كيبقاش بحال هكا يخرج يدير دي زاكتيفيتي مع الرجال بحالو، فهو كيعود مركز غير على هذيك المراه اللي معاه. فالمراه هنايا كتقتل لي هذاك الانجذاب، لان ما بقاش داك الغموض في الشخصيه ديالك اللي هي اصلا حباتك عليه. الدراري اللي هما سيغما فهما كي قلت انا باي نيتشر هما كيبغيو هذاك الانعزال، وهذا كيخدم في الصالح ديالهم. فكتلقاه بار اكزومبل حتى لما مشاش يعني على برا كتلقاه شاد شي كتاب تيقرا فيه، المهم هو باغي داك لو طون ديالو لراسو. الدراري فاش كيدخلوا كي قلت انايا في علاقات ديال الزواج او حتى علاقات ديال صديقه، فهو كيبغي يبقى يدوز معاها الوقت. لا يا صديقي، خاص يكون عندك واحد الوقت اللي هو ديالك، خاص تعرف بان راه كاين واحد العالم برا عليها هي. فلا بديتي كدوز مع كاع داك الوقت، فانت كتخاطب هذيك الغريزه ديالها ديال الهايبرغامي على انها هي احسن شي حاجه عندك في الحياه ديالك. ولا مشات حتى هي خدات ديك لامبرسيون بانها راه هي احسن شي حاجه في حياتك، فكون اكيد يا صديقي هنايا ما بقاتش غادي تشوف فيك انت اعلى منا، بل هي غادي تشوف فيك انت قل منا. فغيكون غير مساله وقت حتى هي تلقى الرومبلاسون ديالك. كاينين ايضا بعض الدراري كتلقاه كيتزوج ما كيبقاش يمارس بعض الرياضات. فالرياضه الاخوان فهي مهمه جدا، فهي كتحافظ على الاس ام في ديالك بالنسبه للشكل. فكتلقى الانسان هكا تيتزوج كتلقاه زاد في الوزن،
بدعوى أن الزواج جا معاك. كيفاش جا معاك الزواج وانت عدتي زايد في الوزن؟ عندنا هذه الثقافة الهدامة في المجتمع. لا يا صديقي، حافظ على الاس ام في ديالك، يعني على الشكل ديالك، بانك كتمشي كتلعب الرياضات مع الاصدقاء ديالك، يعني عندك ديزاكتيفيتي كديرهم اللي هما ديالك انت. ومع ايضا معرفتنا لطبيعه المراه، ومعرفتنا ايضا بانها هي غير وفيه، لحقاش طبيعتها ما كتخليهاش تكون وفيه للرجل، فدائما عندها واحد الشك لحقاش كدير اسقاط لديك الطبيعه الهايبرغاميه ديالها. فهي كدير واحد الاسقاط على الرجل. فانت ملي كيكون عندك واحد الحياه اللي هي خارجه عليها، فهي دائما كيكون عندها واحد الشك. فانت ملي كتمشي كدير دوك لي زاكتيفيتي، فهي كتقول واش هو فعلا مشى يدير دوك لي زاكتيفيتي، او مشى يقابل شي وحده من مورا ظهري. فالمراه هنايا كتخلق لها داك النوع ديال الميستري، او داك النوع ديال الغموض باش تخلي دماغها قدام. مهمه جدا جدا جدا، خاصه للناس اللي هما مزوجين. خاص يكون عندك واحد الحياه خارج هذيك الشخص. وهنايا فاش هي كتبدا كتفكر واش هاد الزوج ديالي فعلا كيمشي يدير هاد لي زاكتيفيتي اللي كيقول لي، او كيمشي يتقابل مع شي وحده. فهنا نوعا ما كتخلق ديك الدراما في العلاقه اللي هي خاصها تكون اللي هي صحيه للعلاقه. النساء كائنات اللي هما ايموشنال، يعني عاطفيه. فإلو فو خاص تخلق ليها داك الامبالانس في العلاقه، حيت لا انت ما خلقتيش ليها فهي اللي كتخلقوا لك. اللهم كن انت المبادر وخلق ليها هذا النوع ديال الدراما. راه ماشي صدفه افلام الدراما او مسلسلات الدراما اغلبيه ديالهم كيشاهدوهم غير النساء. واحد النقطه اخرى اللي كيديرها بزاف ديال الناس، اللي هو كيبدا يهضر ليها على دوك الفاينانسز ديالك او الاس ام في ديالك، يعني شحال عندك، اشنو هما لي بروجي اللي غادي دير في المستقبل. فانت الا كنتي كتعامل مع الصديقه ديالك كيف قلت لك انايا من قبل، فكاينه ديك الاندايركت جيم اللي هي كتخليها هي اللي كتكتشف داك الشيء عليك. ولكن الا كنتي هنا مزوج، فحافظ على ديك الخصوصيه الماليه ديالك. فما تقولش للزوجه ديالك شحال عندك او اشنا هو الحوايج اللي غادي دير في المستقبل. فخليك دائما غامض. كاين دابا اللي بقى كيدوز من شي ازمه ماليه وكيبدا كيعاود للزوجه ديالو، غلط كبير هذا كديرو يا صديقي. ملي تدوز من شي ازمه ماليه فانت سير هضر مع صاحبك ماشي الزوجه ديالك، حيت ملي كتمشي كتهضر مع الزوجه ديالك فهي كتشوفك بواحد الشوفه ديال انك ضعيف، انك ما قادرش تواجه الحياه. فإلا عندك هاد الضائقه الماليه او كتمر من بعض الحوايج اللي هما يعني ماليه ما مزياناش، فانت سير هضر مع الاصدقاء الذكور ديالك. راه ماجي جدك جا وما كانش كيهضر مع جداتك على شحال عنده ولا اشنا هما يعني الاراضي اللي هو شاري او المشاريع اللي داخل فيهم. فجدك كان راد بيل بالفطره، هو ما كانش عارف بانه هاد الحوايج راهما كيخليوه جذاب بالنسبه للانثى وغامض بالنسبه للانثى. ياما ناس ماتت في القديم عاد اكتشفوا راه عنده اراضي وعنده مزارع ديالو بالاسم ديالو. هنا كتحافظ على ديك الاس ام في ديالك بعدم مشاركتها مع الزوجه ديالك. عندك واحد الكونت بونكير انت حاطو للطوارئ، علاش غادي تمشي تقول للانثى او تقول للزوجه ديالك عليه؟ دائما حافظ على الغموض يا صديقي. واصلا هي باش ما تعرفش واش عندك غير مليون في البنكه ولا عندك مليار. فخلي ديك الكرياسيتي ولا حب المعرفه اللي معروفين بها النساء يشتغل ليها في الدماغ ديالها. المهم عندك انت وهو عدم اظهار الضعف. المراه تحترم الرجل القوي فقط،
وملي كتجي كتشكى عليها فهاديك ماشي صفة ديال القوة. ففي الأخير ديال الفيديو خليك غامض يا صديقي، تصنت كتر ما تهضر، نعاود عليك باش ما تنساهاش، تصنت كتر ما تهضر. خلي الاهتمام ديالك أيضا عنده ثمن، فما تعطيش بالمجان، وكن دائما مفاجئ ومتنوع. في الاخر ديال الفيديو خلي لنا شي لايك، سبسكرايب، وخليو لنا ايضا دوك لي لايك الاخوان، لحقاش كيساهموا في انتشار هذا المحتوى. فهذا المحتوى دائما معرض للهجوم بحال اللايف الاخير اللي حيدوه لينا، فعاونونا بدوك لي لايك باش الكونتوني يطلع عند رجال اخرين اللي تتبغيو لهم الخير. شكرا ونهاركم سعيد.